اخفض الجانب ولترفع لواء من تواضع، رب ذل قاد عزا في مراق ومرافق. أنت بالأخلاق يا صاحي جميل، أنت رائع لن تنال الحب يوما إن تكن في الكره واقع. الإخوة الكرام، الناس إذا أردت أن يقبلوك وأن يحبوك اعلم بأنك لن تستطيع أن تصل إلى قلوبهم بكثرة مالك، ولا بجمال وجهك، ولا بارتفاع نسبك، ولا بعلو وظيفتك. أنت تستطيع أن تصل إلى قلوب الناس بفن تعاملك معهم. لذلك تجد أن بعض الناس أحيانا يجد في قلبه على صاحبه، فإذا سألته قلت له مثلا لماذا ما تحب فلانا؟ قال يا أخي هذا بصراحة قليل أدب في التعامل، هذا شايف نفسه، هذا متكبر علينا، ونحو ذلك من العبارات ألسنا نسمعها كثيرا. وكم من الناس تجد أنك تسأل تقول له يا أخي لماذا تحب فلانا؟ يقول والله يا أخي إني أحب فلان. هذا جدا سبحان الله، ما الذي أدراك؟ تقول طيب أجبني لماذا تحب فلانا؟ ما يقول لك لأنه كلما رآني وضع في يدي 100 ريال، أو لأن ثياب جميلة ويعطيني دورك كلما أردت، أو لأنه نسبه رفيع، ولا لأنه جميل، أو لأنه كذا. لا، في غالب الأحيان يقول يا أخي تعامله رهيب معنا، يا أخي كلما رآني ابتسم في وجهي، يا أخي أحيانا أنا أقول نكتة وهي ما تضحك ويضحك جزاه الله خير ويوسع صدري، أحيانا أسولف ويستمع إلي وينصت إنصاتا جيدا. إذن هو في الحقيقة استطاع فلان ذاك أن يجذب قلب صاحبنا إليه بماذا؟ بفن تعامله الحسن مع الآخر. ولباب الحقد فاغلق واجعل الحب شوارع، ولتكن يا صاحبي في الصفح والنسيان بارع. لابد مع الغضوب أن تكون هادئا تمتص غضبه. امرأة تتعامل مع زوجها وهو غضوب. مرة واحد من الشباب تزوج وطلق زوجته بعدها بشهر أو شهرين، ثم جاء يستفتي طيب لماذا طلقتها؟ قال والله يا شيخ وقع بيني وبينها مشكلة وطلقتها بعد ذلك. طيب يا أخي اضبط أعصابك، اعرف كيف تتكلم مع زوجتك، هذا زواج ليس لعبا. بعدها ب3 أشهر أو 4 جاء وإذا هو قد طلقها الطلقة الثانية. يا فلان الله يهديك أنت ما أنت بعاقل، ليش ما تمسك أعصابك؟ قال يا شيخ هي أثارتني وما أدري إيش. قلنا له طيب انتبه، ترى التالتة تفتح على ما قال أخواننا المصريين، يعني إذا طلقتها ثالثة خلاص لا تحل لك حتى تنكح رجلا غيرك. فجاء بعد ذلك وقد طلقها ثالث، فكنت أنصحها أقول لك كيف طيب أنت تتساهل بهذا؟ قال يا شيخ والله لو أنك مكاني نطلق جدتها. قلت ليش؟ قال يا أخي حصل بيني وبينها مشكلة وغضبت وبدأت أصرخ بها، يعني غضب عليها، أنت ما تفهمين إلى متى أعلمك؟ فثار غضبها هي أيضا، بدأت تقول لا ما شاء الله خليت الفهم لك، خليت الذكاء لك يا ذكي زمانه، لا أحسن طلقني، إن كانك رجال طلقني، إذا فيك خير طلقني، يلا ورنا رجولتك، طلع رجولتك طلقني، أتحداك طلقني. يقولوا تقرب مني، بالله وش تبغاني يسوي يا شيخ؟ والمشكلة أنها طلقت ثم بدأت بعد ذلك تبكي عندها أهلها وتتتبع المشايخ تبحث عن من يفتيها بالرجوع إليه، وأني كنت في فترة الحيض وفي حديث ابن عمر. طيب أصلا أنت لماذا لم تضبطي أعصابك من البداية؟ أنت بالأخلاق يا صاحي جميل أنت رائع. إنسان
دعي إلى عرس قيل له ترى سيحضر في هذا العرس ناس من كبار القوم ومن الوجهاء، فذهب وفصل ثوبا جديدا واشترى غترة جديدة ومر على محل عطورات واشترى عطرا جديدا طيب الرائحة، ثم تطيب ولبس أحسن ثيابه ولمع حذاءه ثم ذهب إلى هذا العرس. السؤال: هو يفعل ذلك لأجل نفسه أم لأجل نظر الناس إليه؟ أجيب: لأجل نظر الناس إليه، صح، بدليل أن إذا أراد أن يدخل الحمام ما يشخص، وإذا أراد أن ينام ما يشخص، لكنه يعني يجعل نفسه جميلا لأجل أن ينظر الناس إليه. إذا ما دام أنه فعل هذا لأجل نظر الناس إليه فمن المناسب أن تظهر له أنك لاحظت التعب الذي تعبه. بمعنى لو أنه يسلم على الناس ثم جاء وسلم عليك وأن تسلم عليه قلت ما شاء الله وش هالطيب الزين يا أخي، ما شاء الله يا أخي، تقول كأني أقبل الحجر الأسود، ألا يفرح؟ لأجل أن يحبك الناس تعامل مع كل واحد منهم بالأسلوب الذي يصلح له. يقولون للقلوب دروب والقلوب أبواب، وكل باب من القلوب له مفتاح. واحد المفتاح لقلبه المسح، واحد المفتاح لقلبه المدح، واحد المفتاح إلى قلبه مثلا الهدية، واحد المفتاح إلى قلبه، فكل إنسان له مفتاح إلى قلبه. إذا عرفت المفتاح المناسب للباب المناسب استطعت أن تصل إلى قلوب الناس. وسيبقى الذكر دائم، أنت بين الناس ضوء، أنت وضاح وساطع، أنت بالأخلاق يا صاحي جميل، أنت رائع.